عايزة أقول لكم إن الوصفة بتاعة النهارده رهيبة، اقتصادية، طعمها خطير، حاجة كده ما بين الكبسة وفي نفس الوقت فيها كمية خضار مفيدة جدًا، وكمان حلاوتها إن ممكن تضيفي فيها أي نوع خضار وبكميات على حسب ما أنتِ عاوزة. هنعمل النهارده كبسة الفراخ أو كبسة الخضار زي ما أنتِ عاوزة بتسميها سميها. هنعمل وصفة حلوة جدًا بأقل كمية لحوم زي ما أنتِ شايفة، وممكن كمان تعمليها بالخضار بس. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة التحفة دي مع بعض. هنعمل غدا النهارده، هنجيب كده صدور فراخ أو وراك أو بواقي فراخ تكون عندك، تكون كده مقطعة مطلعة بانيه، تبتدي إن أنتِ تحتفظي بالحاجات الصغيرة دي عشان هنعمل بيها وصفة حلوة جدًا. باجيبها كده وطبعًا أنتِ بتقطعيها قطع صغيرة جدًا، باجيبها وباغسلها كويس جدًا، وبعد كده باجيب حلة على النار باحط فيها زيت، وابتدي أنزل بالفراخ. أول ما يسخن الزيت أو أي مادة دهنية بانزل بالفراخ بادّيها صدمة أو تشويحة صغيرة، بعد كده بانزل بالخضار بتاعي. أنا كان عندي جزر وكان عندي بسلة اللي أنا فرّزتهم معاكم قبل كده، وقطّعت معاهم بصلاية كده تكون مفرومة أو مكعبات صغيرة، واشوّحهم مع بعض مع الفراخ كويس جدًا، وبعد كده بانزل بالتوابل توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل أسود، وكمون، وأحط كمان ورق لورا وحبة واحدة من الحبهان أو حبتين. بعد كده باقلبهم كويس جدًا وبانزل عليهم ب3 كوبايات من المَيّة عشان أنا عايزة الفراخ دي تستوي 3/4 سوا. هاغطيهم، هانزل بالمَيّة ويستحسن تبقى مَيّة سخنة، هاغطيها عشان تستوى الفراخ والخضار معايا 3/4 سوا، عشان لمّا أنزل بالرز ما يبقاش معايا الفراخ ما استوتش. هاقلبها كده تقليبة وبعد كده بابُص لقيتها يعني بعد ما أخدت تقريبًا نُص ساعة على النار، بابتدي إن أنا أنزل بالرز بتاعي بعد أمّا غسلته كويس جدًا. الخطوة دي ممكن رز بسمتي أو رز مصري على حسب ما أنتِ عاوزة. هانزل كده بكمية الرز بتاعي، أنا حطيت رز بسمتي فضاعفت كمية المَيّة، لإن الرز البسمتي بيشرب ضعف كميته مَيّة. بعد كده باعلّي عليه النار الرز، بابتدي وأحس إن خلاص شرب المَيّة، بابتدي إن أنا أهدّي عليه النار وأسيبه على نار هادية لحد لمّا يستوي ويبقى مفلفل معايا يبقى بالشكل ده. ممكن تزوّدي الخضار على حسب، ممكن تحطّي فاصوليا، ممكن تحطّي أي نوع خضار، بس أنا ما حطيتش بطاطس عشان البطاطس بتستوي بسرعة وممكن تتهرى معايا. شايفين الرز كده مفلفل وطعمه خطير. عايزة أقول لكم كمان للأولاد اللي ما بتحبش تاكل خضار، الوصفة دي حلوة جدًا وهيحبوها ومش هيحسوا إن هي فيها خضار تمامًا. شايفين الفراخ كمان مهرية خالص، دايبة كده دوب، شايفين إزاي؟ وفي نفس الوقت الرز طعمه خطير كده، التوابل اللي إحنا حطيناها كمان والفراخ بتدّي طعم للرز حلو جدًا. إن شاء الله الوصفة تعجبكم وأتمنى أشوف تطبيقاتكم. هتوحشوني. الفيديو الجاي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.